الذكاء الصناعي لم يعد مجرد خيال علمي أو تقنية في بدايتها، بل أصبح الآن اللاعب الأساسي في تغيير شكل العالم الذي نعيش فيه. علي، هل تعلم أن الذكاء الصناعي اليوم يساهم في حل مشكلات كانت مستحيلة؟ على سبيل المثال، يمكننا الآن تشخيص الأمراض النادرة باستخدام قواعد بياناتية وتحليل ملايين الحالات بشكل فوري. صحيح، لكن هذا يعني أيضا أننا نحتاج إلى أن نضع قوانين أخلاقية تمنع إساءة استخدام هذه القوة. تخيل ما يمكن أن يحدث إذا سربت بيانات المرضى أو استغلت. لكن الفوائد الاقتصادية مذهلة. انظر إلى قطاع الزراعة. الآن بإمكان الذكاء الصناعي تخطيط مواسم زراعة بناء على تغييرات الطقس، ويزيد من الإنتاجية بنسبة كبيرة. لماذا يعتبر الذكاء الصناعي المستقبل الواعد؟ لأن قدرته على تحليل البيانات واتخاذ القرارات لم تكن ممكنة بهذه السرعة والدقة من قبل. Email kunjer my tishfried shorj in zaindu smord, his insist that يستحلناتمز نوثن صغتور إند فورثت. قرأت مقال يشير إلى أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد في حل أزمة الغذاء العالمية. مع التكنولوجيا يمكننا تحديد أفضل أماكن الزراعة حتى في البلدان التي تعاني من نقص من الموارد. وهناك طفرة في المجالات الاقتصادية. الشركات تستفيد من أنظمة تسويق تحلل بيانات المستهلكين بدقة، مما يجعل العرض أكثر تطابقاً مع الطلب. هذا يعني تقليل الخسائر وزيادة الإيرادات. لكن لا ننسى، هذا النوع من التقدم يأتي على حساب بعض الوظائف. الوظائف التقليدية مثل قيادة السيارات أو بعض أعمال التصنيع بدأت تختفي تدريجياً بسبب الأتمتة. الخسائر موجودة، لكن الإبداع يولد الفرص. الذكاء الصناعي لا يأخذ فقط، بل يعطي. الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم التقليدية يجدون فرصا جديدة في القطاعات التقنية والإبداعية. نسيفز كما قلت ما توكينش في شرق بامي ريسن الذكاء الصناعي الثورة صناعي دسمين ياديو إدشنين سستار الأزمات النسية. كما قلت، نحن نعيش في حقبة حيث يمكن الذكاء الصناعي أن يعالج قضايا كبرى مثل إدارة الأزمات الإنسانية. ماذا لو استخدم لتوزيع مساعدات بشكل عادل في أوقات الكوارث؟ أو لتحسين نظم التعليم. الآن يوجد أدوات تتابع تقدم كل طالب على حدة وتوفر المواد التعليمية بشكل مخصص. في النهاية، مصير الذكاء الصناعي بين أيدينا. نحن من نقرر كيفية استخدامه. يمكنه أن يكون القوة الدافعة لتطورات غير مسبوقة، أو قوة تحتاج إلى ضبط وحماية. الذكاء الصناعي ليس مجرد تقنية، إنه أداة، وعلينا أن نستخدمها لبناء مستقبل أفضل للجميع.